بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة كده. حلقة جديدة النهاردة. والله احنا نفسنا نتكلم كورة، يعني الواحد نفسه يتكلم في الكورة، بس حرفيا الفترة دي مفيش كلام في الكورة، لان احنا دلوقتي في مرحلة عك، رايحين في حتة مظلمة، فعندنا مواضيع كتير النهاردة. بس قبل ما نتكلم في اي حاجة، عايزين كلنا نقرا الفاتحة ونترحم على كابتن ميمي الشربيني، الله يرحمه، كان معلق جميل جدا، الله يرحمه ويغفر له يا رب. كلنا ندعي له ان ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله. عندنا مواضيع كتير، كهربا وكابتن وليد سليمان تصريحاته وكابتن ابراهيم المنيسي وقرعة دوري الابطال ومستقبل الاهلي في الصفقات، فهناخدهم حاجة حاجة كده. اول حاجة، يعني انا عايز افهم هو ايه اللي بيحصل دلوقتي. يعني الناس كلها بتخبط في بعضيها، كله بيخبط في بعضه، كله كلامه مش منطقي، الناس كلها كلامها مش منطقي. يعني اللي احنا شايفينه ده مش كلام منطقي بالمره. الناس كلها بتخبط، عمرنا ما كنا بنشوف الكلام ده في الاهلي، الكلام كله داخل في بعضه. هو كله بالبلدي كده، انت ليك مصلحه جوه النادي فهتطلع تدافع عن مجلس الاداره، مالكش مصلحه في النادي فانت هتطلع تهاجم مجلس الاداره. محدش مركز في مصلحه النادي الاهلي اللي هي اهم من ده كله. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ عشان راجل حر وبيتكلم كلمته من دماغه وبيتكلم كلام مظبوط، قلبين عليه دلوقتي، كله قلب عليه، الدنيا كلها قلب عليه عشان الراجل بيتكلم كلام مظبوط. تمام. ففي حاجه غريبه، يعني عندك مثلا كابتن وليد سليمان قال لك كولر بيتكلم عن الصفقات كل ما يتعرض لهزيمه، ودي تاني مره. ايوه، الراجل فين الصفقات؟ هو يعني هو بالعقل كده، بالعقل كده، ده مدرب وعايز يكسب وعايز ياخد بطولات وعايز يحقق نجاحات، هيعمل ده كله منين؟ وانت خدت منه كل حاجه. انت خدت منه مدير الكوره، خدت منه المترجم، خدت منه مدرب الاحمال، مشيت منه عبد المنعم، مشيت منه حمدي فتحي، مشيت منه ديانج، خدت منه احمد عبد القادر، خدتش محمد شريف. ايا كان بقى، هو ما كانش عايزهم، القندوسي مش عارف ايه، ايا كان مين، يعني انت فضيت الفرقه. لو حتى هو مش عايزهم فانت مطالب تجيب بدايل. يعني لو هو مش عايزهم انت مطالب تجيب بدايل، انت مشيتهم فمطالب برضه تجيب بدايل. فانت يعني بتبرر ايه؟ يعني انت المفروض انت تقول كلام الراجل ده صح، الراجل بيتكلم صح، فين الصفقات؟ هو كل ما هو طبعا كل ما بيتهزم في المؤتمر الصحفي الصحفيين بيسالوه، لان الصحفيين شايفين اوريدي زي ما الناس كلها شايفه ان الاهلي ما فيهوش لعيبه، فبيسالوا الصفقات فين، هتعملوا ايه، هتجيبوا ايه. فالراجل بيتكلم من المنطلق ده، لكن هو مش بيطلع في المؤتمر يقول لك انا عايز صفقات، هي الناس بتساله فلازم يرد. ادي اول حاجه الكابتن وليد سليمان. كابتن وليد سليمان بيقول لك المترجم شايف ان في ضغوط وناس بتطالب بصفقات، فعشان كده يعني هو لم الدنيا وما رضيش يتكلم. ومبدئيا كابتن وليد سليمان انا بحبه، يعني انا كابتن وليد سليمان من ايام ما كان لعيب كوره، ويعني لحد من فتره قريبه انا بحب كابتن وليد سليمان. بس كده انت هتخلينا ما نحبكش بجد والله؟ انت ايه اللي انت بتقوله؟ هو المترجم ايه دخله بالضغوط والظروف والنادي ومين؟ المترجم ايه دخله بالكلام ده؟ المترجم دوره ووظيفته، هو المدرب بيقوله هو بيطلعه يعني المدرب بيتكلم الماني هو بيطلعه عربي بس، ملوش علاقه، ولا يزوق كلام ولا يجمله ولا ده يتقال ولا ده ما يتقالش، هو ملوش دور في الكلام ده. هو الكلام اللي بيطلع من بق المدرب هو بيقوله. لكن تقول لي اصل المرحله ومش، هو ماله بالمرحله؟ هو ماله بالمرحله؟ هو ايه علاقته اصلا بالكلام ده؟ هو دوره مترجم، مترجم للراجل، لسان الراجل، هو لسان الراجل، الراجل يقول اي حاجه هو يقولها بالعربي بس فقط لا غير، ملوش اي حاجه تانية. وامانه وشغله امانه وضميره بيحتم عليه انه يقول الكلام بالحرف. لكن اللي بيحصل ده هو بتدافع عن ايه ولا انت بتقول إيه؟ فانت يا كابتن وليد هتبتدي تزعلنا منك. ادي كابتن وليد. في خبر كويس ان كهربا خلاص طلع اعاره لنادي الاتحاد الليبي، وتقريبا ماتش فاركو هيبقى الاخير دي ليه لو دخل القايمه اصلا، وده خبر كويس جدا جدا جدا. ويعني خلاص كفايه كهربا، الحمد لله وشكرا على الفتره اللي انت قضيتها معانا، وكتر الف خيرك، والسلام عليكم وعليكم السلام. في ايه تاني؟ كابتن ابراهيم المنيسي. كابتن ابراهيم المنيسي بيقول لك الاهلي خرج عده لعيبه، يعني اكيد هيجيب صفقات، لكن سوق الانتقالات الشتويه صعب شويه. حلو، اكيد هيجيب صفقات، تمام ماشي. سوق الانتقالات اللي الشتويه صعب شويه، ليه صعب؟ اي نادي محترف في العالم هو عارف احتياجاته اللي عايزها في يناير، بيبتدي يشتغل على اقل حاجه من شهر 10، بيبقى مجهز كل حاجه. سوق الانتقالات بيفتح يوم واحد واحد، ابتدي اعلن عن الصفقات، انا مخلص اصلا. لكن انا ما اجيش عدى 20 يوم في يناير، في سوق الانتقالات عدى 20 يوم وانا لسه اصلا ما خلصت الصفقه. ازاي؟
ماشي سوق الانتقالات صعب، انا ماشي انا معاك. طب انت كنت فين من شهرين؟ انت كنت فين من شهرين وانت شايف الفرقه بتفضل، وانت شايف في لعيبه ما تستحقش تلعب في الاهلي؟ فلا ما تقوليش سوق الانتقالات صعب. انت التاثير من عندك من جوه النادي، التاثير من جوه النادي، ان انت المفروض كنت من شهرين تبتدي تبحث عن صفقات، تبتدي تشوف الدنيا ماشيه ازاي، تبتدي تتعاقد مع لعيبه، تبتدي تتفق مع لعيبه، تبقى مخلص كل حاجه واقف على حاجات بسيطه، الانتقالات تفتح تصور اللعيبه واعلان الصفقات وخلصنا. لكن انت لحد 20 يناير انت ما جبتش الصفقات، ولا لحد دلوقتي في حاجه متخطط لها، ولا في اي حاجه من الكلام ده. فده من ضمن العبث اللي بنشوفه في الاعلام اليومين دول. في بقى اخبار متداوله ان يوسف ايمن طلب عدم استكمال فترته مع الاهلي وعايز يرجع الدحيل القطري. يا مراحب، يا رب مشوه. يعني حد يقول لي حسنه واحده عملها يوسف ايمن من ساعه ما جه الاهلي؟ ولا اي حاجه، ولا شفناه ولا هنشوفه ولا كولر عايزه اصلا. فانت مقعده بتديله راتبه بالدولار ليه؟ مشي يا عم، مشي، فضي. لسه كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت، فضي الفرقه من اشباه اللعيبه، فضي الفرقه من اللعيبه اللي ملهاش لازمه، مشي الناس ديت، فضي. عقبال الشناوي، عقبال رامي ربيعه، عقبال كريم ندفد، عقبال مين تاني، كهربا خلاص مشي. فضي الناس ديت، فضي الهرجله دي. خالد عبد الفتاح بتاع اللانشون مشي، مشي خلاص. عمر كمال اللي جاي يتصاب عندنا مشي، اشرف داري اللي جاي في المستشفى عندنا مشي، يحيى عطية الله اللي كريم الدبيسه في ماتشين عمل اللي يحيى مش عارف يعمله من ساعه ما جه، مشي يا باشا. الناس ديت محترفين وبتاخد بالدولار بالاونطه. فضي الفرقه، غربل الفرقه، سيب لي كام لعيب واسس عليهم. لكن انت يا يوسف ايمن عايز يمشي، فالنبي ما تتمسك بيه، والنبي ما تتمسكوا بيه، عشان عارف ان ممكن اللي ممكن يحصل، اللي ممكن يحصل ان هم يجي يقول لك ايه، اصل احنا ما عندناش الا ياسر ورامي فمحتاجينه دلوقتي عشان ما عرفناش نتعاقد الا مع مدافع واحد او ما تعاقدناش فهنخليه دلوقتي. لا ما تخليهوش، مشيه يا باشا. طلع لي من الناشئين، طلع لي في الراجل على الناشئين. ما انت عندك ناشئين كويسين. احنا لسه فوجئنا ان في لاعب اسمه بلال عطيه متهيألي بتاع منتخب الشباب. برشلونه عايز، طالبين اداره برشلونه طالبين ان هو يروح يعمل معايشه هناك. اللاعب انا شفت الخبر ده امبارح وشفت فيديوهات ليه، اللاعب جامد جدا وطلعوه فريق اول لما برشلونه اتكلم عليه. طب انت فين من الاول؟ ما تطلع من الاول، ما تطلع من الاول وجرب الناشئين. ما طالما انت الفرقه فاضيه طلع، فطلع لي ناشئين يا باشا، ما تخليش يوسف ايمن، هتخليه يعمل بيه ايه؟ في اخبار برضو متداوله بتقول ان كابتن محمود الخطيب اكد لكولر ان في خلاص حسموا صفقتين، جناح وراس حرب، والاعلان خلال 3 ايام. فهل ده كافي؟ يعني لو الاخبار دي صح، لو الاخبار ده نفترض ان الاخبار دي حقيقيه، ولو ده صح حقيقي، هل ده كافي ان انت تجيب جناح وراس حربه للراجل بس؟ لا، ولا هيعملوا اي حاجه. انت محتاج 2 مدافعين، محتاج واحد نص ملعب يلعب 8 او 10، محتاج وينجين، محتاج راس حربة. دي اقل حاجة، دي اقل حاجة تلم بيها الفرقة، 6 صفقات اقل حاجة. انت كده بنقول انت في المحدود 6 صفقات، لكن انت عايز تظبط الفرقة انت عايز لك 9 صفقات. لكن انت بتقول دلوقتي في المحدود هات 6 صفقات، لكن صفقتين جناح وراس حربة بس. وبعدين انت دلوقتي ما عندكش جناح فعلي غير حسين الشحات، هتجيب جناح يبقى عندنا جناحين فرضا واحد اتصاب. فلا ده كلام مش واقعي خالص. ومستقبل الاهلي الفتره دي مجهول حرفيا، بعد مجهول. اول مره الواحد يبقى شايف الاهلي بالمنظر ده، انت مش فاهم فيه بكره ايه. هل الاهلي مستواه هيتحسن؟ هل الاهلي هيبقى في الاسوأ؟ هل هنجيب صفقات؟ انت مش عارف حرفيا، انت مش حتى مفيش اخبار ان في لعيبه جايه، مفيش حاجه تطمنك، مفيش حاجه، مفيش بصيص من الامل. مفيش حد بيطلع من مجلس الاداره يتكلم، يقعدوا كده يتكلموا يا جدعان والله الامر 1 2 3 ومش عارف ايه. الموضوع يعني يا جدعان احنا بنفكر بس في فروع النادي وفي حمامات السباحه وسايبين فرقه الكره اللي بتنهار، حرفيا الفرقه بتنهار. وكل ده بيشيلوها الكولر. بان انا شايف، انا واحد من الناس شايف ان كولر لا يلام على اي شيء. الراجل بيغزل برجل كلب، مفيش لعيبه، مفيش. الراجل عمال بيلزق في الفرقه، بيلصم، بيجيب حته من هنا ويحط. كريم الدبيس لعب وينج، كوكا لعبه باك شمال، مش عارف مين لعبه ايه، الشناوي الماتش الجاي تلاقيه بيلعب راس حرب. مفيش، ما عندهوش، مفيش امكانيات. فالراجل ده انا يعني مش هقدر الومه. لكن كل اللوم على الاداره وبعض اللعيبه اللي هم المفروض ان هم خبره ولاعيبه كبيره، اللي هم المفروض يشيلوا الفريق، زي المفروض كابتن الفريق محمد الشناوي، زي المفروض لكابتن الفريق زي رامي ربيعه، زي المفروض حسين الشحات. اللعيبه دي المفروض تشيل الفرقه، المفروض قفشه، المفروض اللعيبه دي تشيل الفرقه. اللعيبه دي كلها مستواها رايح، مستواها ما جابوش 1% من مستواهم.
لكن الاساس كله في مجلس الاداره، مش هنشيل الموضوع لكولر. اخر حاجه معانا بقى قرعه دوري ابطال افريقيا هتتعمل يوم 27 يناير الشهر ده. حلو الكلام. انا كل مره ما كانش بيفرق معايا القرعه، لان الاهلي جامد، فهلاعب اي فرقه في القاره هديها على وشها ومش فارق معايا اي حاجه. المره دي حرفيا فارق معايا القرعه يوم 27 يناير. احنا ممكن نقابل يا الجيش الملكي المغربي، يا الترجي التونسي، يا الهلال السوداني. يا الجيش الملكي المغربي، يا الترجي التونسي، يا الهلال السوداني. لو انت هتسالني نفسك تقابل مين، انا عايز ابعد عن الترجي دلوقتي، بس ابعدنا عن الترجي. يعني ابعدنا عن الترجي، اقابل الهلال السوداني او الجيش الملكي بالفرقه دي. يعني على ما لو حتى جبت صفقات، على ما الصفقات تتاقلم ومش عارف ايه، اخش معاهم في ليفل تاني من الجمدان، اكون بقى بلاعب بقى بيراميدز، بلاعب ترجي، بلا ايا كان اللي هيجي لي بعد كده، بس اكون على الاقل اللعبه ديت اتحركت شويه. لكن انا دلوقتي بالمستوى اللي انا فيه ده اروح العب الترجي، انا خرجت من البطوله وش. الفرقه دي مش هتعمل حاجه قدام ترجي. ده كويس ان مجالناش صن داونز كمان، يعني كويس ان مجالناش بيراميدز، كويس ان احنا معانا فرقتين في المتناول، الجيش الملكي المغربي والهلال السوداني. ان شاء الله نقابل فرقه فيهم ونعديها، على ما نعديها يكون يا رب يا رب يكون في صفقات جت نقدر نتحرك ونقدر نشوف هنعمل ايه. لان الموضوع الامر بقى صعب. فان شاء الله خير، وان شاء الله الاهلي هيبقى احسن، وان شاء الله كل حاجه تتعدل، ويا رب كل اللي احنا شايفينه ده يكون غلط، ونشوف يكون المجلس مخطط لحاجه احسن من اللي احنا بنفكر فيه. ويا رب يا رب نكسب ماتش فاركو يوم الثلاث، وبعد كده بيراميدز، نكسب بيراميدز ان شاء الله. ويا رب نشوف الخير كله للاهلي. ويا جدعان اللي مش عامل اشتراك في القناه يشترك، واللي مش عامل لايك على الفيديو ده يعمل لايك على الفيديو ده، واشوفكم على خير. سلام.